السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايز اقول لك بس اللي عايز تيجي تسافر او تروح اي بلد عشان تشتغل، بتقولي انت بقى انا هعمل زياره وهطلع وربنا يسهل. ماشي، ربنا هيسهل، بس يعني ايه هعمل زياره؟ هي الزياره لما تعملها شهرين، إيه مثلا ب15,000 مثلا، وطيران زيهم، ادي كده 30,000 بس. 30,000 جنيه مصري. ايه اللي بعد كده؟ ايه دول؟ مش صعبين. الصعب اللي جاي. انت اول ما تنزل من الطيارة هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هتركب ايه؟ طبعا مش بحبطك، انت تعالى بس تكون عامل حسابك. هتشوف السكن. السكن ده هقولك ايه؟ مش هقولك بقى تأجر شقة ولا أوضة ولا، لا، انت هتأجر سرير في أوضة. الله أعلم الأوضة دي مصريين، هنود، باكستان، بنجال، أفارقة، مصريين، سوريين. هتشوف سرير في أوضة 300 درهم، 350 درهم، 500 درهم في الشهر. هنقول ب500 درهم في الشهر. انت جاي الزيارة شهرين، يعني عامل حسابك في 1000 درهم إيجار. يبقى انت كده ضمنت السكن بتاعك شهرين. طب والأكل؟ الأكل الأكل كعادي، كعادي هتمسك نفسك شوية، هتبقى 500 درهم في الشهر برضه. شهرين يبقى بدك 1000 درهم برضه، يبقى بدك 1000 درهم للأكل و1000 درهم للسكن. يبقى انت كده برضه ريحت دماغك من الموضوع ده. هنشوف بقى المواصلات. ولا انت هتيجي تقعد في السكن الشهرين، تنزل تجيب أكل وتطلع وخلاص؟ لا، ده انت هتاخد تاكس، هتاخد باص، هتروح تشوف الصناعية هنا، هتنزل من الإمارة دي، هتروح الإمارة دي، هتروح الإمارة دي. يبقى عشان تأمن نفسك يا ابن الحلال، عشان تأمن نفسك وتيجي من بلدك صح، وتنزل على البلد هنا وتدور صح وتبقى مرتاح نفسيا كده ومعاك فلوس، تروح هنا تروح هنا تروح هنا. 3000 درهم. سيبك بقى من اللي اتدفع هناك في مصر عشان توصل لغاية هنا. لما تيجي هنا في خلال الشهرين 3000 درهم هيكفوك الشهرين، مواصلات بأكل بإيجار. تلت 3000 درهم. 3000 درهم دول معدل 40,000 مصري مثلا، على 30 هناك، يبقى انت دافع لك 70,000 جنيه في الموضوع ده. انت ممكن من أول يوم ربنا يرزقك وتقابل ناس يكونوا محتاجين حد يشتغل عامل في شغل معمار، شغل نجارة. الشغل ما شاء الله موجود، بس الحاجات دي أرزاق وانت ورزقك. ولو انت جاي على ناس هنا تعرفهم، مصلحة او حد صاحبك، لو حد صاحبك هنا بترتاح شوية. جاي على شغل، سيبك من ال40,000 جنيه اللي انت جايبهم دول. لو انت جاي على شغل يا ابن الحلال وشغل تمام وواثق فيه، ناس تعرفهم، هتنزل من الطيارة يا دوبك، لو معاك فلوس مواصلات او كده توصل للمكان وربنا يرزقك. يعملوا لك الإقامة، يخصموا منها مثلا كل شهر حاجة. المهم لو انت جاي على ناس، دي تبقى ايه؟ مصلحة كويسة. ما انتش جاي على ناس، زي ما انا قلت لك، تحجز سيارتك، طيارتك، وتيجي هنا بالسلامة ان شاء الله. امارات، سعودية، اي بلد، بس انا كنت بتكلم على الامارات. تنزل ملكش حد هنا، يبقى في جيبك 3000 درهم علشان تعيش كويس
وتنام كويس وتدور على شغل كويس وربنا يرزقك. ما ينفعش تقول انا هاجي اعمل زيارة وطيران واجي وربنا يرزقني. ربنا يرزقك بس انت ما انتش ضامن امتى. ما جايز ربنا يرزقك ويقابلك بناس بس بعد الشهرين، في اخر الشهرين. الحاجات دي محدش يقدر يتكلم فيها. هتعيش منين طول الشهرين دول؟ ربنا يوفق الجميع ومحدش يعمل اي خطوة الا ما يكون واثق فيها وعامل حسابه على، لو انت متجوز وعندك عيال لازم تسيب لهم فلوس برضو تكفيهم الشهرين اللي انت بتدور عليهم. ربنا يرزق الجميع.